هاي يا جيرلز، عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. والان مع مس لافيرن او برفيوم جورجينا، هنسميه برفيوم جورجينا زي ما هو بيتقال عليه. انتوا عارفين يا جماعة ان البرفيوم ده خلص من على الموقع بعد 24 ساعة بس من اعلان جورجينا عليه، او من الاعلان على البرفيوم ده، وفعلا ما كناش لاقيينه خالص. إيه، فعلا كان عليه طلب كبير جدا 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 من كل انحاء العالم. إيه وجالنا حجز بعده، يعني وصل لنا بعد شهرين تقريبا. إيه، على ان فعلا الطلب عليه كان كبير جدا 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 وفين وفين لما شفناه بقى. طب ليه بقى كان الطلب عليه جدا جدا؟ هل لانه حلو جدا ولا علشان جورجينا؟ هنعرف النهارده. اولا هو سعره كويس، يعني سعره بالمصري كاسر الألفين وكسور، تمام. ده بالنسبة لبراند لميس جورجينا نفسها تعمله كده. إيه لا، 2000 وكسر ده سعر رخيص يعتبر، لان في براندات تانية او في انواع تانية بتبقى 4000 و6000 و8000 بالمصري. انا بتكلم بالمصري، تمام. فبالنسبة لسعره فعلا سعره قليل مش غالي. شكل البرفيوم كمان مغري، الباكج بتاعته كمان حلوة. حتة ان هي تحط معاه تستر وكده برضو حركة حلوة. فالباكج متكلفة والسعر حلو، فاعتقد ان ده كان عطيله يعني مبيعات ما شاء الله، كانت تحفة وخلص وكان عليه طلب كبير يعني، تمام. بالنسبة بقى لريحته وثباته، بصوا يا جماعة بأمانة ثباته عظمة، ثباته حلوة قوي 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 وعجبني بصراحة. بالنسبة لريحته هي حلوة وجميلة، بس مش الواو، مش اللي أبهرتني أنا شخصيا. ليه بقى؟ لأنه أخد كتير جدا من عطر اسمه مانسيرو روز فانيليا، وعطر اسمه بلاك أوركيد سيكا كده منه. فبالنسبة لي أنا الريحة دي مستساغة، أنا عارفاها، تمام. فما كانش بالنسبة لي بقى اللي هو الواو، اللي هو دي احلى حاجه انا شميتها، دي احلى حاجه انا ما شميتهاش قبل كده، إيه كده يعني، تمام. فحسيت ان انا عارفاه، يعني حاجه انا عارفاها مش جديده عليا، تمام. بس هو في الاجمالي حلو. العطر الشجري دافي مسكي خشبي، اللي طاغي فيه الشجري مع الخشبي بصراحة. عطيله بقى ثبات جميل جدا. العطر شيك كده، حاساه حاجة شياكة كده، اللي هو لا حلو، ريحته حلوة. مميزة وجميلة وثابتة. لو انت مش عارفة توصلي للبرفيوم او مش عارفة تشتريه، ممكن تروحي لأي بتاع عطور قوليله حط لي في عبوة 100 ملي، 30 ملي منسيرة روز فانيليا على 10 ملي بلاك اوركيد، هيديكي نفس الافكت بالظبط ونفس الثبات ونفس كل حاجة، تمام. في الإجمالي بقى الريحة حلوة والريحة ثابتة. بالنسبة للباكج كمان حلوة، حتة ان هي تحط معاها تستر صغير للشنطة دي برضو عجباني قوي. إيه، لا حلوة يا جماعة قوي، بس زي ما قلت لكم مش الواو، مش المبهر بقى اللي انا كده، لا. ومش هكرره برضو تاني يعني، ممكن مكرروش تاني، لان بصراحة 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 مش انا عارفاه يا جماعة، عارفين حاجة انا عارفاها، حاجة انا عارفاها، مش اللي هي يعني. اتمنى تكونوا فهمتوني. بس هو في الاجمالي حلو، ممكن يكون بالنسبه لناس تانية ما شمتش العطرين دول فتنبهر بيه بصراحه، لكن في الاجمالي حلو، والعطرين دول اصلا كمان حلوين قوي. إيه هو حلو بصراحة، واديله كمان 10 من 10 على الباكج والريحة والثبات التحفة، والسعر كمان حلو. إيه حلو يا جماعة، الست دي ذوقها حلو في كل حاجة بأمانة يعني. أتمنى يكون الريفيو عجبكم، واستنوني إن شاء الله في ريفيوهات تانية، وباي باي.